لما سيرة النادي الأهلي بتيجي في الإعلام العربي والوطن العربي بالخير، بنقول إن ده العادي، ده طبيعي. النادي الأهلي واحد من أكبر الأندية في الوطن العربي وأكبر الأندية الجماهيرية في الوطن العربي، فطبيعي إن يكون الإعلام العربي بيتكلم عنه. ولما بتيجي سيرة النادي الأهلي في أفريقيا وفي الإعلام الأفريقي وعلى السوشيال ميديا في أفريقيا، بنقول برضه ده العادي. النادي الأهلي أكتر نادي متوج ببطولة أفريقيا وأكتر نادي متوج ببطولات في أفريقيا، فده عادي وطبيعي. طب إيه الجديد؟ الجديد هو سيرة الأهلي اللي بقت برضه طبيعي في الأمريكتين، مثلا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الجديد هي سيرة الأهلي المتداولة حاليا في أوروبا. ازاي يا عم العمده؟ يعني سيره الاهلي بتيجي في الامريكتين وبتيجي في اوروبا. تعال انا اقول لك. هتديني بس اللايك المتين وهتمنشن صاحبك في الكومنتات عشان هو كمان يسمع الكلام المشرف عن النادي الاهلي في العالم كله حاليا. نبتدي من البرازيل. الاعلام البرازيلي ابتدى يحفل على سياتل ساوندرز ويقول لهم اتغلبتوا من الاهلي، ده بالميراس كسبوا السنه اللي فاتت 2-0. اعلام سياتل ساوندرز الناحيه التانيه ما سكتلوش، قال له انت كسبت السنه اللي فاتت 2-0. بس هو السنه اللي قبليها كسبك في ماتش التالت والرابع وخد منك المركز التالت. بس كده يا عم العمده؟ لا. الاعلام في المكسيك عند مونتيري مكسيكي بدأ برضه يحفل على سياتل ساوندرز، خصوصا ان هو بطل القاره بتاعته وواخد البطوله بعد مونتيري المكسيكي، وقال له انت اتغلبت من الاهلي، انت روحت بعد ماتش واحد، انت ما عدتش حاجه في كاس العالم للانديه. الجماعه في سياتل ساوندرز برضو في القناه بتاعت سياتل ساوندرز في امريكا ما سكتوش، جابوا الماتش بتاع السنه اللي فاتت وراحوا جايبين قائمه غيابات اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي ما لعبتش السنه اللي فاتت قدام مونتيري، اللي كانت بتشارك مع منتخب في افريقيا وما راحتش مع الاهلي كاس العالم وما لعبتش مع الاهلي اول ماتش في كاس العالم مع مونتيري. لا، ده موضوع كبير بقى. ده غير بقى يا باشا التحفيل بتاع الناس على تويتر. المكسيكيين يحفلوا على سياتل والامريكيين يردوا عليهم ويحفلوا على مونتيري، يقول لهم طب احنا اتغلبنا من الاهلي وهو بيلعبنا بالصف الاول وجاب فينا جون في الدقيقه 90 وكسب، انما انتوا اتغلبتوا من الاهلي وهو بيلعبكم بالصف الثاني وكسبكم 2-0. انت متخيل الوضع؟ متخيل ان فرقتين كبار في امريكا الشماليه قاعدين يحفلوا على بعض بالاهلي؟ الموضوع كده عامل زي ايه؟ ما المصري والاسماعيلي يقول المصري، الجمهور المصري يقول للاسماعيلي ها يا اللي الاهلي غلبك 6، يقوم جمهور الاسماعيلي ردد عليه ها يا اللي الاهلي بيديك وبيغلبك رايح جاي، يا اللي الاهلي خد منك. انت فاهم الوضع وصل لايه؟ ان اكبر ناديين في امريكا الشماليه قاعدين يحفلوا على بعض باللي الاهلي عملوا فيهم. انت سامع وضع الاهلي فين؟ سامع الاهلي المصري مشرف مصر وبتيجي سيرته بره مصر وفي امريكا بالخير ازاي؟ طب ده في امريكا، تعال بقى نروح اوروبا. نادي ريال مدريد بعد ما الاهلي كسب سياتل ساوندرز راح منزل بوست وقال ان خصمنا في الماتش اللي جاي هيكون النادي الاهلي المصري، وكاتب البوست انجليزي واسباني وعربي، كاتبين البوست بالعربي عشان الجمهور المصري، ومنشن النادي الاهلي خصمه الماتش الجاي. مش بس ريال مدريد، كله بعد وضع ريال مدريد الاخير الاعلام كله هناك في اوروبا بيتكلم عن الفريق اللي هيلاعب بطل اوروبا الماتش الجاي، ويا ترى النتيجه معاها هتبقى عامله ايه. جريده الماركا وهي اكبر جريده اسبانيه منزله مقال كامل عن النادي الاهلي وانجازاته في الفتره الاخيره وعن مشاركته في بطوله كاس العالم السنه دي. كل ده كلام عن النادي الاهلي المصري، الحاجه اللي مشرفه مصر حاليا في ظل غياب بقى مثلا المنتخب عن كاس العالم، في ظل عدم فوز المنتخب بقاله فتره ببطوله افريقيا، بيجي النادي الاهلي وهو اللي يشرف مصر في المحافل الدوليه. فهل انت متخيل ان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في ظل الاحداث العالميه الحاليه هيقعد يشغل باله بالكابتن بوندو بيقول ايه، والكابتن طارق يحيى اتكلم عننا ازاي، والكابتن الاعلامي عمرو الدرديري المتحدث الاعلامي بيقول عننا ايه، والكابتن جمال عبد الحميد بيتكلم عن الاهلي ازاي؟ يا راجل كبر مخك، عيب. عندنا ماتش مهم مع ريال مدريد، مع بطل اوروبا، مع اكتر نادي متوج ببطولة الشامبيونز ليج يوم الاربعاء. هنقعد نشغل بالنا بمين اللي هيلاعب فاركو ومين هيتغلب من فيوتشر ومين بيراميدز ماتشه الجاي مع يا راجل احنا مش فاضيين، احنا رايحين حدث عالمي.
احنا شاغلين بالنا ان احنا لو لا قدر الله في اسوأ الظروف غلبنا ريال مدريد، هنلعب ماتش التالت والرابع مع مين، وان احنا لازم نرجع بالميداليه البرونزيه وما نقلش عن الميداليه البرونزيه بتاعت كل سنه. احنا شاغلين بالنا بمستر كولر اللي من ساعه ما جه النادي الاهلي لعب 22 ماتش ما اتغلبش ولا ماتش، وبنقول يا ريت يكمل المسيره دي حتى لو كان قدام ريال مدريد. احنا شاغلين بالنا ازاي نقدر نخطف الفوز من بطل اوروبا ونصعد لنهائي كاس العالم للانديه. احنا في حته تانية، احنا في حته تانية غير الحته اللي انتوا فيها. انتوا دلوقتي يا دوب بس تتفرجوا على النادي الاهلي، ويا ريت اعصابكم ما تتعبش وانتوا تتفرج. زي ما قلت لك كده، منشن صاحبك يا حبيب اخوك وقول لي تتوقع ان شاء الله نتيجه ماتش الاهلي وريال مدريد كام، وربنا معاك يا اهلي.